الشريكين غادي دابا نرتاحوا باش نواجهوا داكشي اللي جاي ان شاء الله عاوتاني بنفس الانرجي وصافي. جدا. قصرين جوزنا دابا فينا. Question only to Yasin. Question only to Yasin. Okay? Yes. جنون 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 كرة القدم، جنون كرة القدم جننتنا جننتنا جننتنا. مستحيل مستحيل. impossible impossible impossible. وليد، كتبتم التاريخ. المغرب في نصف النهائي، تستحقون ذلك. أنتم قريبون جدا من الكأس. مرة أخرى واجهنا فريق كبير، فريق البرتغال بكل مواهبه. نحن رأيتم الإصابات وخرج القائد مزراوي، ولكن من بقي على الميدان قاتل بهذه العقلية. والجمهور الذي يتابعنا وشريدي كذلك تم طرده. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. أنا سعيد جدا. أنتم غيرتم وجه كرة القدم وخارطة كرة القدم بفضل المغرب التي أصبحت أمة كبيرة. يجب احترام المغرب. ليست مسألة احترام، المسألة هو أننا نتقدم بمواهبنا رغم كل الإصابات اللي حصلت. خسرنا أمين ولوزان والعديد من اللاعبين، مسينا كذلك، ولكن تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي. وكذلك إفريقيا عادت على الساحة حتى نتجاوز سقف التوقعات. وليد الركراكي، أنت كتبت التاريخ كناخب وطني عربي. أنت من بين الكبار تكتب التاريخ، فتحت الأبواب لمدربين آخرين. ذلك هي الغاية. من الصعب بالنسبة للمدربين مثلنا الذين يدربون في إفريقيا وكان هنالك شكوك فينا تكتيكيا، لكن نتقدم. نحن سعداء من أجل المغرب، وأريد أن أشكر كل الجماهير وأشكر كذلك الطاقم الفني والجامعة. سفيان مرابط، تهانينا على هذا الفوز. كيف أنت فخور بفريقك الوطني الآن؟ لا، إنه أمر غير متوقع. لقد كانت مباراة رائعة بالفعل، لقد كان أمرا لا يصدق بالفعل، وأنا فخور للغاية. كأننا حققنا حلمنا. أنا أعيش حلما الحمد لله. لقد قاتلتم اليوم بشجاعة وأظهرتم مواهبكم، وتهانينا. لقد كان أداؤكم مبهر. نحن لقد خضنا مباراة عزيزة بكيفية لاعبنا، بقلوبنا، من أجل بلدنا ومن أجل المشجعين، ومن أجل ومعنوياتنا كانت عالية. لقد أحرزنا، وكيف دافعنا وكيف أحرزنا الهدف. أكن لهم احتراما كبيرا كل زملائي بالفريق. مرحبا بك في قناة كورة بالعربية. شكرا لك على مشاهدة الفيديو، ولمشاهدة تحليلات جميع المباريات الفرق والمنتخبات العربية اشترك في قناة كورة بالعربية ليوصلك الجديد دائما، ولا تنسى الضغط على زر لايك.